يبدو أن البعض لا يفرق بين هذا الخط الأصفر الاستعجالي أو خط آخر، فالمهم هو ضمان المرور والوصول إلى الوجهة المطلوبة مهما كلف الأمر. نشوفوا حركة المرور بطيئة، وهذا بسبب عدم احترام الشريط الاستعجالي الذي وضعته المصالح المعنية. مثل ما رانا نشوفوا الآن، هذا الشريط اللي من المفروض مخصص لسيارات الإسعاف، شاحنة التدخل، وسيارة ذات الأولوية أو سيارة الحق ممثلة في الأمن الوطني والدرك الوطني وأفراد الجيش إلى غير ذلك. لكن عدم احترام هذا الشريط الاستعجالي من قبل مختلف المركبات يخلي هذا الاكتظاظ المروري اللي احنا الآن موجودين في مهمة رسمية إلى النقطة المسمى بنشكاو يصعب علينا الوصول إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى وجود بعض العائلات اللي عندهم نساء حوامل أو عندهم مرضى من ذوي القصور الكلوي اللي من المفروض هم اللي يستعملوا هذا الشريط الاستعجالي باستعمال الفو دو تراس، إلا أنه أنا نشوفوا باللي كاين اكتظاظ مروري في هذا الشريط الاستعجالي وعدم احترامه مما يصعب حركة المرور. مثلا التوقف لأخذ صور تذكارية على خاصة على محور الطريق سيار شمال جو. نوجه المواطنين أن هذا يشكل خطر على حياتهم، كون هذا الشريط يستعمل للسيارات ذات الأولوية سيارات ذات الأولوية وللسيارات التي تستفيد من تسهيل حركة المرور. هذا السلوك يبقى منافي للثقافة المرورية السليمة ويعرض حياة المواطنين إلى الخطر. رغم عديد الحملات التحسيسية عبر الطرقات والمحاور، إلا أن البعض لا يلتزم بها، معرقلا بذلك الجهود التي ترافق مثل هذه الظروف. الناس ما تتعبش، تروازيون بوزيسيون تلقى طريق مسكرينها مبلعينها كاع خلوا كيفاه الناس كيفاه تعقل. كاين لي زومبيلونس، كاين الناس لي زيرتونس، كاين الناس اللي مرضى هكذا. وبالمناسبه نشكر العمال الاشغال العموميه راهي مسخره كل الوسائل تاعها، من العمال من العتاد من الظروف هذه، ونساعدوا بعضنا والحمد لله. الحمد لله الوضعيه المتحكم فيها لحد الساعه، الا انه يجدر الاشاره الى بعض السلوكيات المتعلقه ببعض السائقين اللي نرجو منهم اولا التقليل من الحركة وفتح المساحة للآليات من أجل التدخل وفتح المسالك. تبقى مصالح الأشغال العمومية دائما في الخدمة إلى غاية مرور هذه الاضطرابات. وتبقى الثقافة المرورية وما سخر من إمكانات مادية وبشرية الحلقة الأهم لاستقبال هذا الغيث الذي طال انتظاره من جهة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات من جهة أخرى.